ايه هو اصغر حجم ممكن لانتاج الثقوب السوداء؟ كلنا نعرف ان الثقوب السوداء بتنتج عن طريق النجوم العملاقه اللي اكبر من الشمس بكتير. طيب ايه هو بقى اصغر نجم ممكن ينتج لنا ثقب اسود؟ علشان اي نجم يقدر ينتج لنا ثقب اسود لازم تكون كتلته 60 ضعف الكتله الشمسيه، ولو النجم كانت كتلته اقل من كده بحاجه بسيطه بيتحول لطور الاول اسمه العملاق الاحمر، بعد كده بينفجر في انفجار اسمه السوبر نوفا ويبقى قلبه بس ويصبح نجم نيترون. يعني اي نجم اقل من 60 كتله شمسيه مش هيقدر يكون لنا ثقب اسود، ولما النجم اللي كتلته 60 ضعف كتله الشمس ينتج لنا ثقب اسود، الثقب الاسود بيكون حجمه صغير جدا جدا بالرغم ان منطقه تاثيره كبيره، فحجمه او نص قطره بيوصل ل 20 كيلو متر، يعني من حجم يتسع الارض ملايين الملايين من المرات لحجم بالكاد يكفي مدينه. طيب هل معنى كده ان اصغر ثقب اسود حجمه او نص قطره بيساوي 20